ما اثرش على علاقتك بيه؟ لا 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 خالص. خالص. طيب اصل الجواز والطلاق دي حاجه بتاعت ربنا، واسمه ونصيب، هي مكتوبه لهم. ففي حاجه تخليهم ما يبقوش مع بعض، ما تبقوش مع بعض، بس نحترم بعض وهم بيحترموا بعض. بالدنيا كلها ان احنا نبقى اتعاشرنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف، لا تأذيني ولا أذيك. مين استفاد اكتر في العلاقه دي؟ علاقه ياسمين العوضي اللي استفاد طبعا. العوضي اللي استفاد. اصل هي هتستفاد ايه؟ كفايده ليها هي كممثله او كبني ادمه؟ لا هو طبعا يعني هو استفاد ايه؟ العوضي استفاد ايه؟ ده متجوز ياسمين عبد العزيز، بس هم يعني ده بيحبوا بعض، كانوا بيحبوا بعض. انا فاهمه ان هم كانوا بيحبوا بعض، انا بسالك مين استفاد اكتر في العلاقه؟ لا لو جبت بيبي من الشارع هيقول لك العوضي اللي استفاد. ايه اللي استفاده العوضي من العلاقه دي؟ ما شاء الله دلوقتي بيعمل مسلسل بطولته للسنه الثانيه على التوالي لوحده، ما شاء الله. العوضي اتطفى بعد ياسمين عبد العزيز، فاعماله نجحت اكتر امتى؟ لما كان مع ياسمين الاعمال اللي كانوا بيعملوها مع بعض، ولا بعد ما ساب ياسمين الاعمال اللي عملها لوحده؟ بصراحه السنه دي بقى اللي هتبين هل السنه اللي فاتت انت استفدت ونورت عشان ياسمين ولا عشان انت ممثل شاطر. السنه دي اللي هتبين بيني وبينك الجمهور. لكن انا دي كلمه حق بقولها قدام ربنا واي حد يقولها. مين اللي استفاد في العلاقه؟ العوضي طبعا. ياسمين هتستفاد ايه؟ ياسمين نجمه. هو بقى السنه دي انت احمد هل العوضي هو كان عايز يستفيد اصلا؟ دي النوايا لا يعلمها الا الله، وفي النهايه ربنا هيدي كل واحد على قد ضميره. لو انت داخل لها عشان تستفاد مش بتحبها، دي بقى ربنا اللي يحاسبه مش بتاعتي. بس الناس بتحب ياسمين قوي طبعا، تقف معاها في اي حاجه طبعا. ودايما بحس السوشيال ميديا اللي بيزعل ياسمين بيزعلوا منه وبيضايقوه جامد. والله العظيم ما انا بس، والله العظيم ما انا بس يا ياسمين اللي عندي